يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فوز الفريق على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السادسة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لبطولة الدوري العام المصري يوم الأربعاء القادم 8 نوفمبر في 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد الجبل الأخضر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل النادي الأهلي المباراة القادمة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط بعد خوضه 3 مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز ال11 برصيد 7 نقاط. وانتهت آخر مباراة جمعت بين النادي الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا بفوز الأهلي بهدف دون مقابل في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الموسم الماضي. وسيخوض النادي الأهلي مباراة مؤجلة أخرى أمام فريق الجونة يوم السبت 11 نوفمبر في بطولة الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي التي ستبدأ يوم 13 وحتى 21 نوفمبر. وفي حالة فوز النادي الأهلي في المباراتين القادمتين سيتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري، لذلك يسعى النادي الأهلي لحصد نقاط المباريات القادمة ومواصلة الانتصارات، حيث سيعود الفريق بعد فترة التوقف الدولي لخوض أول مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 24 أو 25 نوفمبر.